تصريحات مشتعلة بين مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر ومدرب الترجي الرياضي التونسي السيد نبيل معلول قبل الكلاسيكو الشهير في قارة إفريقيا بين فريق القرن الأهلي المصري وغول إفريقيا الترجي الرياضي التونسي. الثقة الكبيرة للمدرب نبيل معلول البارحة في الندوة الصحفية للأمانة جلبت انتباهي بعد ما قال بالحرف الواحد انه لعب 3 نصف نهائي مع الترجي الرياضي التونسي في الماضي والكلهم حسمهم بالعبور الى نهائي دوري ابطال افريقيا. هذا التصريح ياتي بعد 2 هزائم لفريق الترجي الرياضي التونسي امام كل من نادي رياضي الصفاقسي والنادي الافريقي يوم الاحد في الدربي. رفع معنويات ايجابيه بالنسبه للفريق لكن الحذاري من فريق الاهلي المصري، وهذا ما قاله مدرب الاهلي المصري. مارسيل كولر مدرب نادي الاهلي المصري قال بالحرف الواحد انه مباراته امام الترجي الرياضي التونسي ستكون صعبه جدا وغايه في الغموض، لانه رغم الغيابات المؤثرة للفريق كل من الحارس معز بن شريفية والمهاجم الليبي حمد الهوني ووسط الميدان غيلان الشعلاني، لكن من سيكون أكثر تركيز يوم المقابلة هو من سينتصر. كأنه مارسيل كولر يريد حسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مقابلة الذهاب في القاهرة، لأنه الأهلي المصري انتصر في القاهرة بالذات على الترجي الرياضي التونسي. يعني فريق الأهلي المصري في القاهرة وفي مصر بالذات عصي جدا ومن الصعب التغلب عليه. توقعاتكم لمقابلة اليوم بين فريقي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، هل هو التعادل كما يريده مدرب الأهلي المصري أم الفوز كما يتمنى مدرب الترجي الرياضي التونسي؟